السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد إن شاء الله تستفيدوا بيه. النهاردة هقدم لكم طريقة عمل المحشي أو الملفوف بطريقة سهلة وبسيطة للمبتدئات، وكمان أقول لكم على التكات اللي تخليكي محترفة في عمله، وكل اللي يدوقوا من إيدك يعجبوا الطريقة ويطلبوها منك كمان. إحنا هنعمل محشي مشكل بتنجان وفلفل وفلفل رومي، وممكن تحط طماطم كمان، ومحشي بصل. انا نسيت اصور لكم محشي البصل في الفيديو، ان شاء الله في فيديو تاني هوريه لكم. ومحشي الملفوف اللي هو الكرنب. كل اللي مطلوب ان احنا بنحط ميه مغليه، بنحط فيها كمون وخل وشويه سكر وكمان ملح. في ناس بتضيف لبن، ممكن تحطي معلقتين لبن لو تحبي. انا ما اضفتش لبن. الكرنبايه بنقورها تقويره، بتحوشي الراس وتعملي حفره وتحوشي منها باقي الجذور بتاعه الراس، وبعدين بتاخدي كام ورقه تسلقيهم لوحديهم في الميه المغليه، وبعد كده بتضيفي باقي الكرنبايه صاحيه كده، وبتحوشي منها الاوراق اللي بتستوي وتحوشيها على جنب. البصل اللي بنستعمله ممكن تفرميه على ايدك او تعمليه في الكبه حسب رغبتك، بس افضل انه يكون على ايدك عشان يظهر طعمه في الاكل. بنحتاج شبت وبقدونس وكزبره خضراء والتوابل المعروفه، ومنها فلفل الحامي والكمون والكزبره الناشفه والملح. اي اضافات تانية حسب رغبتك. الكمون مهم جدا في عمل المحشوات عشان القولون ما يلتهبش. محتاجين نعمل شوربة، ممكن تعملها بفراخ او لحمة او شوربة خضار عادية، وافضل شيء لعمل المحشي ان احنا نعمله بالزيت. بعد ما تحمري البصلة بالزيت ممكن تضيفي في اثناء تسوية المحشي قطعة سمنة بلدي، بتعمل طعم رائع وجميل جدا للمحشي. الفراخ اللي بتستخدميها ممكن تستخدمي صدور في قعر الحلة اللي هتسوي فيها المحشي، او تستخدمي قطع من اللحمة. بس انا بفضل ان احنا نحط شوربة عادية، ما نحطش اي لحوم عشان تبقى مستوية وتدي طعم حلو وكويس. يعني ممكن تكوني شايلة شوربة في الفريزر، وده الافضل، وتاخديها تستخدميها لعمل المحشي عشان توفري. بعد ما بتتسبك الطماطم بالبصل بنحط لها التوابل بتاعتها ونجهز الشوربة، ونكون حشينا الكرنب ونقطعه حسب رغبة كل واحد، ونضيف على وش الكرنب معلقة من الصلصة المسبكة بالبصل. المحشي